اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مساء الفل على عيونكم يا حبايبي. النهارده زي ما انتم شايفين كده انا عملت كده عشاء نص الليل. زي ما انا متعوده كده احيانا بتطلع معايا في دماغي كده. عملت لكم الكريب الاقتصادي، بصراحه حاجه زي ما انتم شايفين كده. عملنا عجينه الكريب وعملنا حشيته معاكم. حشيته بالستريبس كده. ممكن تحشوه اي حشوة، لحمة مفرومة كده. اللي يعجبكم، ممكن صدور فراخ اللي يريحكم. معايا هنا كوبايتين دقيق، كوباية من اللبن، معايا ملح، ومعايا بيضة عليها نقطة خل. فانا جبت كده هاند بلندر كده، وحطيت اللبن وحطيت البيض عليها نقطة خل كده عشان الزفارة. الخل ده يعني بصراحة حاجة مبهرة، بيشيل أي زفارة. وضربتهم كده في الهاند بلندر، وبعد كده نزلت بالدقيق وهفضل أضرب كده الخليط زي ما انتوا شايفين كده. دي عجينة الكريب، عجينة هشة كده وخفيفة. وبعد كده احتجت لبن تاني كمان. بصراحة حطيت كوباية ونص لبن على كوبايتين الدقيق، وهقعد اضرب كده بصراحة لحد الخليط ما يبقى معايا كريمي. صراحة حاجة خرافية، يعني حاجة تحفة. طبعا احنا بنشتري من بره بالغالي دلوقتي. وحطيت ذرة ملح. وبعد كده حطيت باقي الدقيق وهضربهم في المضرب في الهاند بلندر. زي ما انتوا شايفين كده، ده عشاء نص الليل زي ما بيقولوا كده. وبعد كده اصفيهم بمصفى. شايفين الخليط معايا كده حلو، وبينزل في المصفى معايا سريع كده ومتماسك وحلو، مش خفيف ولا تقيل ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بصراحة. وعملت كمية حلوة قوي اللي شفتوها في اول الفيديو. بصراحة ممكن تضاعفي الكمية براحتك، ممكن. بس بصراحة هو حلاوته بالبيض واللبن ده هنعمل كده الحشو. معايا بطاطس هحمرها كده زي ما انتوا شايفين، غسلاها ومقشراها زي ما انتوا شايفين كده. وجبت طاسة على النار وهحمرها. وبعد كده يا حبايبي انا معايا ستريبس، بصراحه انا مشترياه جاهز زي ما قلت لكم. ممكن لحمه مفرومه، ممكن فراخ، ممكن جبن. وهنزل بقطع الستريبس كده في الزيت. وشايفين ستريبس فراخ، صراحه كانت ريحته قلب الدنيا. بعد كده هحمر الستريبس ده على قدنا كده. ممكن تضعفي الكمية انت براحتك، ممكن تحشي اي حشو زي ما قلت لك، لحمة مفرومة، جبن، ممكن بانيه فراخ. اللي يريحك الحشوة اللي تحبيها حطيها في العجين. اهم حاجة العجين. بصراحة عملنا عجينة تحفة وهشة وكده. خلاص عملت الستريبس ومقرمش كده وجميل. وانا كنت سايبة العجينة دي في التلاجة ترتاح شوية. بعد كده معايا طاسة على النار، اي طاسة تكون ايه مش قابلة للزق، يعني ما بتلزقش وكده. زي ما انتوا شايفين هدهنها كده هبل منديل كده زيت زي ما انتوا شايفين وهدهنها. مش هحط زيت ولا اي حاجة، يا دوب بس انا هبل الطاسة. وبعد كده انا معايا كده معلقة الغرف الكبيرة دي، ممكن كوباية، ممكن مج، اي حاجة كده يكون ليها بوز تكبي بيها وكده تفضي فيها الخليط. بصراحة انا عملت معلقة الغرف الكبيرة دي ريحتني كتير. وبعد كده شلت الطاسة من على النار، وبعد كده خدت العجين وهفضل اوزع فيه زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة طلعت عجينة هشة وجميلة وتحفة. هفضل اوزع الخليط ده في قلب الطاسة بره النار وكده. شايفين الطاسة سخنة طبعا. وبعد كده هحطها على النار وهوريها لكم دلوقتي. بصراحة طلعوا، انا بصراحة يا ريتكم كنت معايا. جربوا وشوفوا الطعم وبعد كده ابقوا احكموا. بعد كده شايفة العجينة فصلت ازاي لوحدها كده في الطاسة. اول ما خلاص بتخش في السوا هي بتفصل لوحدها، تعرفي انه الكريب بتاعك ناجح. وممكن تعمليه حلو، ممكن تعمليه حادق. انا النهارده عملت لكم الحادق، وان شاء الله هنعمل حلو مع بعضنا. وبعد كده قلبتها شويه وهتحمر كده وتستوي. انا موطيه النار وهوريها لكم دلوقتي. بصراحه هي طلعت تحفه وجميله، صراحه حاجه فخر. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبعد كده شايفين منظر الكريب. صراحة والله انا اشتريته قبل كده جاهز، بصراحة ما عجبنيش خالص. حاجة عجين كده وبيتعب المعدة ويبقى تقيل على المعدة لما تعمليه انت في بيتك كده. حاجة بيتك كده، وحاجة انت ضمناها وعارفاها وواثقة فيها. بعد كده هعمل تاني واحدة. انا ما دهنتهاش بالزيت تاني واحدة ولا اي حاجة، مش هتلزق ما تقلقوش. ونفس الطريقة وهو كذلك لحد ما اخلص الكمية.
بتاعه الكريب. الكميه دي عملت معايا، انا معايا الطاسه دي كبيره شويه فحبيت اعمله كبير مش صغير قوي. عملت معايا 5 حلوين بصراحه، طلعوا تحفه زي ما انتوا شفتهم كده في اول الفيديو. وهفضل اوزع الخليط كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تضاعفوا الكمية براحتكم، ممكن تحطوا 2 من البيضة براحتكم. انا حطيت واحدة بس عشان بصراحة في ناس مش مستحبة البيض. ومعايا هنا طبق وجايبة فوطة نظيفة، واللي بتستوي كده بحطها وبغطيها بالفوطة عشان تفضل طرية كده وما تنشفش مني. وكده يا حبايبي احنا خلصنا كمية الكريب ومعايا الحشو. شايفين الاستريبس كنت موطيه على النار واستوى وبقي جميل. ومعايا حبة هنا من اللي مخلل، ممكن تحط مخلل خيار، ممكن تحطوا زيتون بس انا ما كانش عندي طبعا. ومعايا جبنة شيدر، ومعايا بطاطس محمرة، ومعايا الجبنة الموتزاريلا، ومعايا مايونيز، ومعايا كاتشب وهنحشي دلوقتي مع بعضنا. انا عاملاها لكم بأقل التكاليف ومش اوفر خالص يعني والله. هتعملوها وهيعجبكم قوي. ومتشجعي كده وحسيتي نفسك جعانه كده بالليل وفرحي ولادك. بصراحه شايفين الطراوه بتاعت الكريب؟ شايفين بلم الكريب وبيتفرد معايا لوحده جميل بصراحه، حاجه تحفه يعني. وبعد كده بجيب الكريبايه زي ما انتوا شايفين وبتنيها كده مش للاخر، نص بس بنفس الطريقه، وبحط عليها المايونيز وبفرد كده بظهر المعلقه. وبعد ما بفرد المايونيز بحط الحشو بتاعي، جبنه شيدر على مخلل على بطاطس. والله بصراحه السندوتش على قد ما ياخد معاكي عشان ما يفتحش معاكي في الطاسه وكده. وبعد كده بحط الستريبس بتاع الفراخ زي ما قلت لكم. ممكن جبن، ممكن لحمه مفرومه، ممكن تحشيها بانيه. ممكن تقطعي فراخ شاورما كده وتعمليه وتعمليه زي الشاورما وتحشيها براحتك. الحشو ده بذوقك انتي وزي ما انتي تحبي. بعد كده بحط البطاطس والمخلل والجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر والفراخ وبلم كده. شايفين بجيب الشمال كده وبجيب طرف اليمين وبلمهم كده زي ما انتوا شايفين. شكله احلى من الكريب الجاهز بكتير والله العظيم، احلى واحلى. وجربوه مش هتندموا. بعد كده انا بحطه كده على الفتحه عشان ما يفتحش مني. وبرده لما هنزله في الطاسه نفس الطريقه برده هتشوفوا معايا عشان ما يفتحش مني وكده. وممكن انت براحتك عايزاه مقرمش عايزاه طري، دي حاجه براحتك. لما عايزه تحمصيه في الطاسه براحتك اللي يريحك. دي يعني حاجه براحتك اللي يريحك انت واللي تحبيه انت واولادك في البيت تعمليه. وبعد كده بجيب التاني نفس الكلام ونفس الحشو. ودي نسيت احط لها الجبنه الموتزاريلا ورجعت حطيت تاني والله حطيت لها مش ما حطيتلهاش. وبعد كده بلمها زي ما انتوا شايفين المنظر بتاعه تحفه اقسم بالله، والريحه والطعم. والعجينه بتاعته كانت خفيفه وهشه. وعملوا معايا 5 حلوين. يمكن الكاميرا ظلماه وجايباهم صغيرين بس والله هو كان كبير وحلو. شايفين الحشو بتاعه جميل. وبعد كده بجيب جريل على النار وبدهنه حبه زيت كده وبسيبه يسخن. وبعد كده بنزل بالكريب بتاعي، بخلي الفتحة بتاعت الكريب من تحت وبعد كده عشان هي تلزق بقى تمسك ويقفل الكريب ما يفتحش مني. وزي ما انتوا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير وصلوا على الرسول عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي. وان شاء الله كل يوم جديد، كل يوم جديد مع آية ان شاء الله. وبعد كده هفضل مستنية لحد ما يسخن ويقفل معايا وهقلبه. شايفين والجبنة بتبقى سايحة في قلبه بقى وحاجة، والطعم والريحة مش قادرة اوصف لكم صراحة يعني. انتوا جربوه هتحكموا بنفسكم. وبعد كده خلاص كده تمام. انا زي ما وريت لكم في اول الفيديو بصراحة حاجة تحفة، جربوها. وحاجة طرية كده وفي نفس الوقت مقرمشة يعني. بصراحة حاجة فاخر من الاخر زي ما جربوه مش هتندموا. هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم على فيديو جديد.